نحن الآن في معرض جايتكس افريقيا 2026. نوكيا من بين الشركات العالمية الحاضرة بقوة في هذا المعرض التكنولوجي الحديث. أعطينا هذه السنة توسيع حضورنا من حيث المساحة لنعرض كل الحلول الممكنة لشبكات الاتصال، والموضوع المهم هذه السنة هو متمحور حول الذكاء الاصطناعي. كل ما نعرضه الآن صارت فيها الذكاء الاصطناعي موضوعا من أهم المواضيع التي نستخدمها لحرفائنا في كل المجالات. ما تشهده اليوم التحول الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي مهم جدا، ووجب تحضير شبكات الاتصال عموما بتحمل هذه التحولات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي. نحن نتحدث اليوم على ما يسمى بالإنجليزية الاي سوبر سايكل، ونوكيا من بين الشركات التي انخرطت منذ البداية في تحضير هذه الشبكات وهذا الطفرة الموجودة في هذه الشبكات اليوم للذكاء الاصطناعي، من خلال كذلك معاملاتها مع أهم المستحضرين لهذه مثل شركة انفيديا على سبيل المثال. والذكر أقول لكم أن شركة نوكيا تعاقدت مع انفيديا لاستعمال البروسيسورز في شبكاتها الخلوية. كذلك نتحدث اليوم عن معامل الذكاء الاصطناعي، حيث نرى كذلك المغرب انخرطت في هذا المجال من خلال الداتا سنترز لمعالجة الأمور الذكاء الاصطناعي.